لا تستقلوا بهيك حبة بطاطا أبدا. هاي البطاطا سافرت من دولة لدولة وعلى كرسي الطيارة الفي اي بي مشان تعطيكم الشعور. تعالوا أحكي لكم عنه. البطاطا بتجي من هولندا على حالة بدون تنظيف بدون شيء. هون بتتنظف قدامكم وبتتقطع وبتنقلى مشان تعطيكم التجربة الحقيقية للبطاطا اللي بتاكلوها في شوارع امستردام. ما شاء الله شد حيطلع بارميزان. شوف لي على هالمنظر. حان وقت انه نجرب ونحكم بنفسنا. من نص امستردام طالعة ما في مجال. وقلبي عليكم لسه انتوا عم تاكلوا بطاطا عاديه. تعالوا دوقوا هالبطاطا رح تنسوا حياتكم. كميه البطاطا اللي حطها بتكفي 10 سنة. احلى شيء بغطسوها بجبنه الفارميزان. جبت اكبر واحد من عنده مشان يشبعني. في عندكم مقاسات كتير، خذوا اللي بتحبوه. البطاطا الهولنديه في عالم اخر. طبعا في عندهم مقبلات واكلات هولنديه كتير لازم نجربها. شوفوا علي علم هولندا، يعني ميد ان وين هولندا. اسمها هي الريجولار فيل كروكيت. شو هي ما فيها جبنه؟ واو واو واو. هلا بننلط اخر تنتين مع بعض. المحل اسمه امستردام فرايس قدام الجناح اللبناني. بس جربتوه رح تدمنوه. الحمد لله رب العالمين. وين بدنا ننتقل؟ لسه عندنا كثير مطاعم بدنا نجربها بالقريه العالميه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. كالعاده يا ساده الصلاه والحي وتجلب السعاده. جيت بدي اروح قالوا لي الا تجرب هذا الطبق. قال هذا اجدد طبق عندهم اسمه الرودد فرايس. قلت له لا تحط عسل، انا بحط لعهالي العسل. عسل فوق ايش؟ فوق اللودد فرايس. يعني نغنغ يا معلم. بسم الله. ولي على قلبي انا.